يا مساء السعادة، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة نعمل معشوق الأطفال والكبار كمان. هنعمل كاندي جيلي أو الجيلي كولا بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا وبدون استخدام قوالب. يعني تقدر كل ست بيت تعمله وتفرح ولادها وبكمية كبيرة ما شاء الله، يعني بأقل من ربع التكلفة بتاعت الجاهز تقدري تعملي حوالي كيلو من الجيلي كولا أو كاندي الجيلي بكل سهولة وبكل بساطة. أوعدك بعد الفيديو ده مش هتشتريه من بره تاني. يلا صلي على الرسول ولايك وشير وكومنت كده حلو منكم للتشجيع. وشايفين بقى القمر ده؟ شايفين يا بنات عاملين ازاي؟ بجد تحفة جدا جدا، خطير. يلا ما تنسيش تصلي على الرسول ويلا بينا نسمي الله ونشوف اول حاجة هنعمل ايه. انا هنا عندي مجموعة من الأطعمة من الجيلي، وده جيلي دريم. تقدري تجيبي اي منتج انت بتحبيه، بس انا بحب جيلي دريم، بيبقى فيه تشكيلة كده حلوة. هنستخدم بقى الفراولة، الاناناس، استخدمت كمان الليمون، كان طعمه تحفة جدا جدا. انت بقى استخدمي الأطعمة اللي انت حباها. اول حاجة واهم حاجة انك هتجيبي معلقتين كبار من الجيلاتين. جيلاتين بيتباع عند كل محلات العطارة، تقدري تجيبيه او محلات مستخدمات الحلواني، موجود ومتوفر. هاتي جيلاتين، وجيلاتين حيواني بيبقى افضل من الجيلاتين النباتي. هدوبه كده في فنجان صغير من المية او ربع كوبايه من الميه العاديه اللي هي الميه الفطره. تمام كده، وهدوبه لحد لما يدوب خالص ويبقى شكل زي السفنجه كده امتص الميه. تعالي بقى هاتيلي الكزرولة اللي هتشتغلي فيها وحطي كيس الجيلي، وهحط كمان عليه نص كوبايه من الميه. دي كوبايه صغيره فتعادل نص كوبايه من الميه، وعليهم معلقتين كده من السكر عشان نديله يعني الطعم الحلو بتاع بره. تقدري تحطي معلقه صغيره براحتك. هدوبه وارفعه بس على النار كده يدوب مع بعضه، وبعد كده هنزل عليه بالجيلاتين اللي احنا دوبناه وقلنا امتص الميه وبقى زي السفنجة. هقلبه تقليب كويس جدا، هيدوب بسرعه قوي طالما نزل على حاجه سخنه. يعني تنزليه على الميه السخنه او الجيلي اللي احنا رفعناه على النار سخن، تقلبيه يدوب، تحطيه تاني على النار يغلي غلوه، وكده بقى عندي جاهز. هفضيه بقى في الكوبايه علشان بس يهدى. وفي نفس الكزرولة بس شطفناها شطفه كده بسيطه، كده كده كله جيلي في قلب بعضه. وبرده هحط كده طعم الكوكاكولا والكريز، كان طعمه تحفه قوي ومميز جدا يا بنات. لو لقيتوه هاتوه وجربوه بجد هيعجبكم. هحط برده باكو الجيلي وعليه معلقتين من السكر، واحط عليه نص كوبايه من الميه، وندوب هنا معلقتين كبار من الجيلاتين في فنجان ميه قلنا عاديه. اوعي تدوبيه في ميه سخنه، هيكلكع منك ومش هيفك ومش هتعرفي تستخدميه. ميه عاديه خالص لحد لما يدوب ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين زي السفنجة بالظبط. تمام كده، نقلبه بقى وندوبه في الجيلي اللي رفعناه على النار سخن. وبعد ما ندوبه كده فيه نرفعه على النار ياخد له كده غلوة كويسة، وبعد كده هنصبه في قلب الكوباية ديت علشان انا بستخدم نفس الكزرولة تاني. شايفين؟ هفضيه بس كده في قلب الكوباية عشان اعمل الكميات التانية ونركنه كده على جنب. بس انا مش عايزاه يهدى ولا يسقع، بس يهدى حاجه بسيطه كده اللي هو السخونيه تهدى شويه. وهاتيلي بقى صينيه بايركس او اي صينيه موجوده عندك، وكيس كده من الكياس اللي بنحفظ فيها الاكل في التلاجة، ورشه بسيطه خالص او نقطه كده من الزيت، وهدهن الكيس ده بالفرشه وهنزل بالجيلي اللي انا حطيته. الزيت يعني مهمته معايا ان هو هيخلي لي الجيلي لما يبرد ويجمد ويمسك نفسه يطلع من الكيس بكل سهولة، ما يلزقش الكيس في قلب الجيلي. يعني التركية دي مهمة جدا جدا، انك تدهني الكيس كده دهنة بسيطة من الزيت، دهنة بسيطة جدا جدا علشان نقدر نطلع الجيلي من الكيس بكل سهولة. هاخد بقى الصينية دي وهحطها على الترابيزة لحد لما تهدى، وهنكرر نفس الخطوة كده. الصينية فيها كيس من بتاع التلاجة مدهونة نقطة زيت كده بسيطة، وننزل بالجيلي بتاعنا وهحطهم كده على الترابيزة لمدة ساعتين 3 لحد لما يهدى خالص، وبعد كده تدخليه التلاجة. بصي بصراحة انا ما دخلتوش لسه التلاجة وحبيت اوريكم النتيجة، ما شاء الله تحفة ورهيبة. بصوا طلع من الكيس بكل سهولة ازاي. هاتي بقى سكينة حامية عندك وقطعيه بقى زي ما تحبي تقطعيه، وممكن كمان تقطعيه بقطعات الصغيرة اللي هي اشكال اللعب او الاشكال اللي بنعمل بيها البسكوت، بيبقى شكلها تحفة جدا، او تقطعيه شرايط بالشكل ده. اعملي اللي انت عايزاه. بصوا شايفين شكله عامل ازاي؟ مطاطي
جدا وتحفة. انا هقطعه كده مكعبات كده صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بيتقطع بكل سهولة ازاي؟ ولا احتاجنا بقى قوالب ولا احتاجنا اي حاجة، يعني بالامكانيات اللي موجودة عندك في البيت تقدري تعملي الجيلي كولا لولادك وتفرحيهم وتسعديهم. بصي بعد ما قطعت مكعبات تحفة تحفة يا بنات. شايفين؟ ما تخافيش مش هيلزق في بعضه خالص، هو خلاص تماسك وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ تحفة. ده كان طعم الأناناس بجد رهيب، ولا الليمون يا بنات كان طعمه خطير خطير. ده بقى اللي هو الكوكاكولا بالكريز، بجد كان تحفة تحفة تحفة، طعمه مميز جدا وخطير. شايفين عامل ازاي؟ عامل زي الاستيك. بصي تحركيه في ايديكي زي ما انت عايزة، استحالة يتقطع منك بقى ولا يسيح ولا اي حاجة. بجد جربته وكانت النتيجة مبهرة ما شاء الله. عملت كمية حلوة جدا جدا فرحت الولاد. هقطعه برضو كده بالسكينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده مربعات، زي ما قلت لكم تقدروا تقطعوه بالشكل اللي انتوا تحبوه. بجد خطير. لو انت لسه مكمله معايا الفيديو لحد دلوقتي ما تنسيش لايك وشير وكومنتاتكم اللي بتسعدني وبتفرحني، وما تنسوش كمان تقولوا لي بتتابعوني من اي دوله يا بنات. حقيقي حقيقي الناس اللي بتبعت لي وتقول لي انا بتابعك من ليبيا، انا بتابعك من المغرب، بتابعك من الامارات، بجد الرسائل دي بتفرحني وبتسعدني جدا. اكيد كومنتاتكم هتخلي الفيديو ينتشر واكبر عدد من الناس يشوفوه ويستفيدوا منه زي ما انتوا كده بتستفيدوا. ودي كده انا بعتبرها ان هي بتبقى صدقة جارية لكل واحد مش عارف يعمل حاجة زي اللي بتتعمل في المحلات. لو واحد بس من كل مكان استفاد بالفيديو ده اكيد دي حاجة هتسعدني وتفرحني. يعني يا ريت نعم الخير كده وكل الناس تستفيد. بصوا شايفين شكله بجد خطير. كنت مبسوطة جدا، والولاد بقى واقفين، بالذات يوسف ابني الصغير كان منبهر وعايز ياخد منه، يا ماما دوقيني دوقيني. كان شكله عاجبه جدا والطعم تحفة. عايزة اقول لكم ان انا طول ما انا واقفة بقطع عمالة اقطع واحط في بقي، اقطع بس الحتت دي طبعا انا شلتها. خطير. شايفين شكله ما شاء الله تحفة تحفة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستنوني في فيديو جديد واقول لكم مع الف سلامة.